بترك ده طلع شغال. انت يا بيه عمرك شفت سواق عربيه ومش عارف يمشيها ازاي؟ مش عارف مكان الدريكسيون فين؟ طب شفت واحد بيلعب كوره مش عارف يشوط الكوره؟ شفت عادي. بس يا بابا نفس الكلام، النتورك علشان تبقى فاهم وجامد فيها لازم تعرف الاساسيات. الاساسيات اهم شيء، وده اللي هنتعلمه النهارده مع بعض، وهنكمل الكورس بتاعنا. هنتكلم عن اساسيات الشبكات، بعض المفاهيم الاساسيه زي يعني ايه اي بي، يعني ايه سبنت ماسك، يعني ايه جيت واي، يعني ايه دي ان اس ودي اتش سي بي، وحاجات تانية كتير. ده مش طبيعي بابا. وهنتكلم عن انواع الشبكات والفرق بين اللان والوان والبان والدبليو لان. وهنتكلم عن انواع الكابلات اللي هتشوفها وانت بتعمل الشبكه بتاعتك، زي كابلات التويستد بير سواء كانت يو تي بي او اس تي بي، وكابلات الفايبر. وهنبص بصه سريعه على كابلات الكواكس القديمه، وهنعرف انواع اجهزه الشبكات المختلفه والفرق بينهم، زي الفرق بين الراوتر والسويتش والمودم والهب. والراوتر في البيت عندنا ده عباره عن ايه؟ ده راوتر ده ولا سويتش ده ولا عباره عن ايه؟ واخيرا هنعمل شبكة حقيقية نطبق فيها كل اللي اتعلمناه علشان نتأكد انك بقيت فاهم شبكات باكت بتتحرك من الجهاز تعدي على عن السويتش طريق تقوم برنامج توصل تروح الباكت على تريسر. الراوتر، ومن الراوتر تقوم رايح على السيرفر. يلا بينا نبدأ. ازيك؟ بسم الله. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي، تستحضر النية لله لطلب العلم والنفع والانتفاع بيه أكيد. اوعى تنسى الرزق فوق مش فينا. اعمل اللي عليك وتوكل على الله. جهز مشروبك اللي بتحبه وحضر الورقة والقلم بتوعك واعدل ظهرك كده واقعد بشكل مريح، ويلا بينا بسم الله نبدأ. النهارده إن شاء الله معانا موضوع جميل جدا وشيق جدا، وانا بصراحه بحبه جدا، بحب اشرحه، بحب اشتغل فيه جدا جدا، الا وهو النتوركينج. قبل ما نشرح بالنتوركينج هحكي لك برضو قصه وهنفهم منها انا عايز افهمك ايه بالظبط. لو تخيلنا مع بعض ان دي الشركه، وانا عندي مثلا هنا مكتب للناس بتوع الحسابات، وهنا مكتب للناس بتوع الاتش ار، وهنا المكتب بتاع المدير، وعندي هنا موظف بتاع الحسابات رقم 1، ونفس الكلام في الاتش ار، وده المكتب بتاع المدير. عليه ده المدير يعني. دلوقتي بقى لو قلت لك ان الموظف بتاع الحسابات ده محتاج يبعت ملف او ياخد ملفات من الموظف اللي جنبه، يعني الملف اللي هو في جهاز رقم 1 محتاج ابعته او اديه لجهاز رقم 3 مثلا، من الجهاز رقم 1 او اديه مثلا للاتش ار جهاز رقم 3 مثلا، او من الحسابات رقم 1 او اديه للمدير. زمان كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب فلاشه صغيره، الفلاشه دي كنا بنحط فيها كل المعلومات اللي احنا عايزينها، وبتبتدي تتنقل تروح بقى لصاحبنا رقم 2، تروح لصاحبنا رقم 3، والموظف مثلا يتحرك ويمشي من مكتبه ويروح لحد المدير ويفتح للمدير الجهاز بتاعه، وثم بعد كده الملفات وهكذا. من وجهة نظرك هل الطريقة دي صحيحة؟ هل الطريقة دي ذكية كفاية؟ هل الطريقة دي اللي الناس بتشتغل بيها بشكل بروفيشنال بره؟ لا. طيب انا بكلمك هنا دلوقتي في مكتب صغير، المكتب ده يا دوبك ما فيهوش غير مكتبين بس، مكتب الحسابات والاتش ار. لو شركه كبيره بقى فيها فروع كتيره على مستوى البلد، سواء بقى مصر او على مستوى العالم مثلا، ازاي تعرف تدير العمليه دي كلها، وازاي تعرف تنقل الملفات بشكل سلس وبشكل صح؟ طب بلاش، انا عندي المكتب بتاعي او الشركه بتاعتي صغيره فيها اكتر من دور، الدور الاول مثلا حسابات، الدور الثاني اتش ار، الدور الثالث الاوبريشنز، الدور الرابع المدير، الدور الخامس ما اعرفش المخازن، الدور السادس مش عارف ايه. ازاي بقى هنقعد ننزل ونطلع وتلاقي الموظفين طالعين نازلين بالفلاشه بتاعتهم دي؟ لا طبعا ده مستحيل. يبقى دي كده ايه؟ اول مشكله. تاني مشكله معانا ان الفلاشه دي ممكن يحصل فيها مشكله وتتفيروس. ممكن يبقى موظف قاعد في البيت عنده لقى برنامج حلو وشكله لذيذ، اما حمله من على النت وهو ما عندوش درايه او ما عندوش علم كفايه هل البرنامج ده فيه فيروس ولا لا، وقام حاطه على الفلاشه بتاعته. تاني يوم قام واخد الملفات بتاعته من الراجل بتاع الحسابات اللي هو رقم 1 موديها للحسابات رقم 3 والاتش ار والمدير، وعادي جدا، ونسي ان الفيروس موجود فين، او هو حتى ما يعرفش ان الفيروس موجود فين في الفلاشه بتاعتي. فانا كده نقلت الفيروس من والى كل الاجهزه الكمبيوتر اللي موجوده معايا فين في الشركه. عمليه نقل البيانات مش صح ومش سلسه، لاني بتحرك كتير وبخسر وقت وجهد كبير. تاني عمليه السكيورتي حليناها بقى عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها النتورك. نتورك عباره عن ايه؟ عباره عن سيستم بعمله في الشركه بتاعتي بحيث ان اخلي الاجهزه كلها تبعت الملفات وتتكلم مع بعض من غير ما في موظف يتحرك.
تاني حاجه بضمن عمليه سكيورتي، اني بقدر اتحكم في الاجهزه كلها عن بعد، واقدر اتحكم في الملفات اللي رايحه وجايه، واقدر اعمل سكاننج او اقدر اعمل اكتشاف للفيروسات اللي موجوده بشكل اسرع بشكل احسن على مستوى كل الاجهزه، مش على مستوى جهاز واحد فقط. فبدل ما يبقى فيه فلاشه، لا انا هجيب جهاز صغير خالص، الجهاز ده مثلا هسميه سويتش او هسميه راوتر. السويتش ده هو ده اللي هربط بيه كل الاجهزه اللي موجوده معايا في الشركه. فعندي مثلا الجهاز رقم 1 بتاع الحسابات هربطه بالسويتش، رقم 2 و3 نفس الكلام مع باقي الاجهزه كلها. فدلوقتي لو في ملف موجود في الجهاز رقم 1 مثلا، والملف ده محتاج اوديه للراجل بتاع الاتش ار او محتاج اوديه للمدير مثلا، هل هاخد بقى فلاشه واتحرك بنفسي واخسر وقت وجهد زي ما كنت بعمل زمان؟ لا، المره دي هعمل ايه؟ عن طريق الشبكه اللي انا عملتها دي هنقل الملف، فالملف يتحرك في الكابل الصغير ده، يفضل يمشي 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 يروح على السويتش، السويتش يقوم موديه فين؟ مودي الملف ناحيه الجهاز اللي هو محتاج يوصل له، اللي هو مثلا هفترض ان هو جهاز المدير، فهيمشي يمشي 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 يقوم رايح للجهاز بتاع المدير بشكل صح وبشكل سلس من غير ما موظف الحسابات يتحرك. وفي نفس الوقت كسبت وقت كتير قوي وكسبت جهد كبير جدا اني نقلت الملفات دي كلها بطريقه سهله وبطريقه سلسه. وكمان بقيت قادر اعمل عمليه سكيورتي، بقيت قادر اعمل سكاننج او بقيت قادر اعمل اكتشاف للملف ده من قبل ما يتحرك، او اصلا من قبل ما يدخل على الجهاز بتاعي في الشبكه او في الشركه بتاعتي. فلو في فيروس على طول بيحل الفيروس ده وبيمسح الملفات المتفيرسه وبيسيب بس الملفات اللي احنا محتاجينها او الملفات الصحيحه، وبعد كده يقوم ناقل بقى زي ما اتفقنا الملفات يوديها للجهاز او للشخص المطلوب ان هو يوصل له بشكل صحيح. بس هل دي فايده النتورك بس؟ لا، في فوائد كتير قوي. تعال نشوف مع بعض. لو جبت مثلا سيرفر او جهاز كمبيوتر كبير مساحته كبيره وامكانياته عاليه جدا ووصلته معايا بالسويتش، ممكن استفاد ايه بالسيرفر ده؟ ممكن استفاد بيه حاجات كتير قوي. تعال نتخيل مع بعض الملفات اللي موجوده في الجهاز بتاع رقم 1 ده اتمسحت او حصل فيها مشكله، او الجهاز نفسه فيه مشكله ومحتاج يتغير، او هناخد شويه وقت على ما نصلح الجهاز الكمبيوتر. هل كده الشركه خلاص عطلت والدنيا واقفه؟ لا، انا ممكن اخد كل الملفات اللي موجوده في كل الاقسام بتاعتي احطها في مكان واحد بس، الا وهو هيبقى بعد كده السيرفر ده. فالسيرفر ده هيعمل حاجه اسمها سنترلايزيشن، يعني هحط كل الملفات اللي موجوده في مكان واحد فقط. يقدر الموظفين بعد كده بدل ما يخشوا على اجهزه بتاعت الموظفين التانيين، لا، يخشوا على السيرفر ده ياخدوا الملفات اللي هم عايزينها. طب انا كده ضمنت ايه؟ ضمنت حاجه اسمها الريدندنسي يعني الاعتماديه، يعني ما بقاش فيه مساحه ان الجهاز بعد كده يقع، وما بقاش فيه مساحه ان في اجهزه لبعض الموظفين فيها مشاكل. لا، انا خليت كل الداتا حطيتها في مكان واحد، والمكان الواحد ده حطيت فيه كل الداتا اللي انا عايزها، فبقيت سهل اخد واحط في السيرفر او في جهاز الكمبيوتر بتاعي ده. طب حاجه تانية، هو انا مش ممكن من خلال السيرفر ده اتحكم في كل الاجهزه اللي موجوده معايا؟ بالظبط كده، انا ممكن من خلال السيرفر ده اقدر اتحكم في الجهاز رقم 3 اللي في الحسابات يفتح ملفات ايه بالظبط وما يفتحش ايه. فدلوقتي بقيت قادر احجم او بقيت قادر اعمل بوليسيز، او بقيت قادر اعمل سياسه او خصوصيه لكل جهاز موجود معايا او لكل قسم موجود معايا في الشركه. فمثلا الناس بتوع الحسابات اخرهم بس يشوفوا الملفات بتاعه الاتش ار، انما الملفات بتاعه الاوبريشنز مثلا او بتاعه المخازن لا، مالكش دعوه بيها، خليك في الحته بتاعتك بس. بتوع الاتش ار اخرهم مثلا بس يفتحوا الملفات بتاعه المدير. طب الراجل بتاع الحسابات انا عايز افتح الملفات بتاعته، فبحجمه بخليه بس ما يفتحش غير الحاجات اللي انا قايل له عليها، وبقدر اتحكم فيه من خلال جهاز واحد او من خلال بوليسي واحده اللي موجوده فين؟ على السيرفر بتاعي او على الكمبيوتر الكبير بتاعي، اللي برضو بيبقى عن طريق ايه؟ الشبكه اللي انا عاملها مع الاجهزه بتاعتي كلها. طيب لو الشركه بتاعتي بتكبر وانا محتاج ازود عدد الموظفين، زمان مثلا قبل الكورونا لو فاكرين كان الموضوع بياخد وقت شويه، كنت بتحتاج تشتري جهاز كمبيوتر وتجيب مكتب وتجيب مكان وتحجز اوضه وتظبط الاوضه وتحط فيها تكييف وكرسي ومروحه ومعرفش ايه لحد ما العميل يقعد او لحد ما الموظف يقعد. دلوقتي لا، انت ممكن تشغل معاك حد ريموتلي من بعيد. طيب ازاي هقدر الراجل ده يشتغل معايا ريموتلي وفي نفس الوقت ياكسس على كل الفولدرات اللي معايا؟ برضو دي حاجه موجوده في الشبكه بتاعتي اسمها الريموت اكسس، انك ممكن بعد كده يبقى عندك موظفين شغالين في بيوتهم او شغالين في اماكن مختلفه بطريقه ما، هيخشوا على الشبكه بتاعتك ويبقى وهو قاعد في البيت كانه بالظبط قاعد معاك في الشركه، يقدر ياكسس على السيرفر ياخد الملفات اللي عايزها. لو عايز يبعت ملف الراجل بتاع الحسابات يبعت له، عايز يبعت ملف للمدير يبعت له، عادي جدا كانه موظف شغال في قلب الشركه بتاعتك. فالشبكه بتاعتك
او النتوركينج سهل لك عمليه الريموت اكسس دي كمان. طب حاجه كمان او فايده كمان من فوائد النتوركينج، دلوقتي الاجهزه اللي موجوده معايا، جهاز بتاع الحسابات ده مثلا، والجهاز ده والجهاز ده والجهاز ده وجهاز المدير ده اهم جهاز، لو فرضا حصلت فيه مشكله والداتا اللي فيه اتمسحت مثلا، او حملت برنامج بالغلط وطلع من فيروس فالجهاز قفل، او الجهاز اتخبط مثلا فحصلت مشكله، فالمشكله دي خلت الجهاز يعطل فتره حلوه، فانا دلوقتي مثلا بظرف ما مسحت كل الداتا، هل هعرف ارجعها؟ النتوركينج او الشبكه بتاعتي تقدر تسمح لي ان اعمل باك اب بشكل دوري، بشكل اسبوعي، بشكل يومي، بشكل شهري، واحط الباك اب ده فين؟ برضو على السيرفر بتاعي. فلو حصل مشكله في الجهاز بتاع المدير مثلا، على طول اقوم واخد الباك اب من مين؟ من السيرفر، فعلى طول يقوم مودي الباك اب ده للجهاز بتاع المدير والداتا كلها ترجع زي ما كانت. طب ده ممكن يتم مع المدير بس؟ لا، عادي، انت ممكن تعمله مع اي جهاز موجود معاك في الشبكه، ايا كان هو ايه وايا كان اهميته او وظيفته ايه، ممكن تستخدم الباك اب وتستغل الميزه دي اللي موجوده فين؟ في الشبكات بتاعتي. وطبعا اهم حاجه، لو انت مصحصح ومركز معايا هتلاقي ان اهم حاجه عمليه الكوست سيفنج، ان انا بقيت بوفر في الفلوس كتير قوي. طب اوفر ازاي؟ لو انا قلت لك مثلا زمان كان عندي ممكن اجيب لكل جهاز طبعه، فاكر كل جهاز كمبيوتر كان ليه طبعه قبل اختراع النتوركينج ده. دلوقتي بقى الموضوع بقى لا، انا ممكن اجيب طبعه واحده بس، والطبعه دي اربطها بالسويتش بتاعي برضو واعمل لها شيرنج او اشيرها للاجهزه بتاعتي كلها. فالناس بتوع الحسابات لو هم 3 موظفين، بدل ما انا هجيب لكل واحد فيهم طبعه، انا كده خسرت فلوس، لا انا هجيب طبعه واحده فقط، والطبعه دي هتخدم على الناس بتوع الحسابات بس مثلا. نفس الكلام ممكن اعمله فين؟ للناس بتوع الاتش ار، اجيب برضو طبعه واحده بس واوصلها بالسويتش بتاعي واقوم مشيرها علشان تظهر وتتشاف لاجهزه الاتش ار، وبكده ابقى استفدت، بدل ما جبت 3 طبعات لكل واحد انا جبت طبعه واحده بس تخدم على ال3 كلهم. فاهم حاجه موجوده في النتوركينج عمليه الكوست سيفنج. برضو على فكره النتورك مش بستخدمها علشان برينترات وعشان اجهزه وسيرفرات بس، لا، انا في حاجه، في سيستم كامل اسمه سيسكو اي بي او الفويب. ده وظيفته او اهميته ان انا بقدر يبقى عندي زي التليفون الارضي كده، يبقى موجود جنب كل موظف، بربطهم عن طريق برضو ايه؟ السويتشات بتاعتي. فدلوقتي لو انا عايز اكلم الموظف اللي في الدور الرابع اللي هو بتاع الحسابات مثلا، مش محتاج ابعت له على الواتس ولا اي حاجه، على طول عن طريق التليفون الصغير اللي معايا اللي هو اللي تبع الشبكه، برضو بكلمه برقم معين كده، بقدر اتواصل معاه عن طريق الشبكه. مش محتاج بقى خط ارضي، مش محتاج ادفع اشتراك التليفون ارضي، الكلام الفاضي ده، لا، انا بعمل برضو شبكه باستخدام التليفونات اللي معايا علشان اقدر اتواصل مع الموظفين بتوعي في اي مكان في اي وقت. فالنتورك مجال كبير وواسع، والاجهزه اللي فيه ما بتخلصش بصراحه، مجال كبير جدا جدا يعني. شفت؟ احنا كده اتكلمنا عن 6 أو 7 مميزات النتورك بشكل عام تقدر تفيدني بيها في الشركة بتاعتي او في الشغل بتاعي. النتورك كمان مش لازم تعملها في شركة كبيرة فيها 50,000 جهاز و20,000 برينتر والكلام الكبير ده، لا، عادي. النتورك ممكن تبدأ بجهازين كمبيوتر فقط، على فكرة جهازين كمبيوتر، من اول جهازين لحد ما شاء الله. طيب ايه الاجهزة اللي بنستخدمها؟ ايه هي الكلمات اللي محتاج ابقى اعرفها علشان اقدر ادخل النتورك وابقى فاهم اللغة بتاعت نتوركينج عاملة ازاي؟